السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى انكم تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال. لحقت توك توك والطريق ما كيتسمعش بزاف، داكشي اللي عاودت لكم الصوت فوق صوتي. دابا غادي للمقبره ديال اكبر. ديك المره وريتكم القلعه والحصن ديالو، دابا غادي للمقبره، خليكم معايا. هذه هي الدخله ديال المقبره، داير بحال الشكل ديال القصر. حتى هو فيه لي تيكيس ولكن بثمن رمزي. فيه لي تيكيت بحال كما سبقت قلت لكم كاع المعالم اللي كاينين متواجدين هنا في الهند. بالنسبه للاجانب الثمن كيكون مختلف على الثمن ديال الهنود اللي مقيمين هنايا في الهند، كيكون مختلف الثمن. وقبل كل شيء كنبغي نشكر المتتبعين القدام ديالي والجداد اللي التحقوا بالقناه. كنتمنى القناه تنال اعجابكم وتنال استحسانكم. ودابا نكملوا. هذه هي الدخله ديال البلاصه ديال المقبره ديال عاد غادي ندخلوا. وكيتواجدوا بزاف ديال المقبرات في الجناب ديالو، وهو هاد المقبره ديال اكبر جات في الوسط. تندخلوا لها ونوري لكم اي مكان مانع التصوير، ولكن هاد المره صورت ماشي بحال ديك المره في تاج محل كاينه حراسه شديده. خليت داك السيد خليته نداز مع واحد تيقول لي ما تصورش الفيديو. انا مشيت لواحد القط وبقيت كنصور حيت هي مقبره ما فيها والو، وتا الجثه ديال اكبر لداخل على حسب الروايات وعلى حسب التاريخ راه ما كايناش، راه خلاو غير هذاك بحال الشكل ديال التراث. وهاد المقبره وهاد البلاصه كان بناها 3 سنين ولا 4 سنين، وهو كيبني هاد البلاصه الابن ديال اكبر جهانغير. وهذا كما كتشوفوا هاد الحديقه الكبيره هذه اللي كاينه في جهه المقبره في الجناب ديال المقبره، هذه اللي كنوريكم دابا، راه صمماتها الزوجه المفضله ديال اكبر وهي مريم عز الزماني صوباتها. وكان استغرق البناء ديال هذا الشكل المعماري ديال هذه المقبره ما بين 1605 و 1613. هنا كنوريكم هذا القبر اللي كاين في الجناب ديال سميتو، في الجناب ديال القبر الرئيسي ديال اكبر. لحقاش من بعد ما توفى اكبر كان توفى جهانغير ودفناتو الزوجه ديالو مريم في هذا المكان. ما عرفتش انه واحد بالضبط، ومن بعد عاد توفات عاوتاني الزوجه ديالو مريم وتدفنات في هذه البلاصه. هذه البلاصه كامله غير العائله والاحفاد والزوجات. هذا المكان اللي متخصص ليهم، ما كايناش شي حاجه اخرى. وهذا المكان عجبني الفوق ديالو، هذا الباب هو اللي كيطلع الفوق، كاين بحال الشكل ديال الغرف وقصر زوين من الفوق، ولكن تسدينو مانعين باش ان الواحد يطلع ليه حتى لداخل في البلاصه ديال القبر ديال اكبر. من قبل ما كتدخلوا ليه كاينين واحد السلالم كيطلعوا الفوق، ولكن سدينو ما خلين حتى شي واحد يطلع. هذا هو المكان الكبير. هذه هي الدخله فين غادي نلقاو القبر ديال اكبر. هادو هما السلالم اللي كيطلعوا الفوق ولكن سادينو. وهذاك الباب راه هو اللي كتشوفوه مقابل، هو اللي غاديين معاه باش ندخلوا لجهه القبر. عاوتاني هذاك اللي في الباب قالك ممنوع التصوير، هو قبر عادي قالك ممنوع التصوير، ولكن انا صبرت بالتخبيه لحقاش كان طرات لي في تاج محل وتفقست. قلت والله تنصور هاد المره، خليته ملهي مع واحد تيقول لي لا ما تصورش، لا ما ديرش فيديو مدابز. وانا مشيت لواحد القط وصورت لهاديك البلاصه ديال القبر ديالو، زعما عادي ماشي شي حاجه اللي غيمنعوا فيها التصوير. دابا غنقول لكم واحد المعلومه قليل اللي كيعرفها. دابا داك القبر ما وسطو حتى شي جثه ديال اكبر، هما كيقول لك كاين ولكن هو ما كاينش، غير خليو ديك البلاصه هكاك لحقاش في عهد اورانغزيب. غنقول لكم دابا القصه ديالو. كان واحد سميتو جات تحت القياده ديال واحد واحد سميتو راجا رامجات. تما تعرضوا لواحد الضربه قاسيه الامبراطوريه المغوليه، حيت كان هاد جات هو اللي نهب الجثه ديال اكبر ونهب بزاف ديال المجوهرات والسجاد ودار الاكسسوارات وحرق العظام ديال اكبر. هذاك الشيء علاش ما كايناش الجثه ديالو. هنا واحد المشهد الكوميدي ديال القريضه كيسرقوا الماكله ديال واحد العمال كاينين هنايا في جنب اخر بعادين على الماكله وخلين الماكله في الطرف
وهنايا القرده بزاف اقرا عرفتي، ودابا كتجري عليه بالشطابه، وفي الاخر ما تعاتقوش، خداو شي حاجه د الماكله، وفي الاخر مشى هرب ليها بقرعه ديال الماء. حيت كاينه هاد الحديقه مره كيرمموها وكينقيوها وكيزرعوا فيها الورود، لحقاش تشوفوا حتى دابا واحد التراكتور كاين لهيه بعيد هو اللي كيزرع الورود. داكشي باش فين كتدخلوا لهاد المكان كتشموا واحد الريحه ديال الورود زوينه، انواع اشكال ديال الورود. راه هذاك التراكتور اللي كما قلت لكم من قبل هو اللي كيزرع الورود. مره كنقيو هاد المكان نقي بزاف، وباش كيعجبوك الهنود من كيكون شي معالم تاريخيه ولا شي حاجه دخلت اليونسكو ولا التراث العالمي كتكون نقيه بزاف. لقيتوني دابا عاد دخلت من القبر ديال اكبر، عرفتي تسخسخت وتمحنت وكل شيء، عرفتي ما كنرجع للوطيل ترجع رجلي منفوخين، لحقاش عند راجلي غير يومين باغي يرجع للخدمه. عرفتي كتشوفوا نهار واحد كندور فيه جوج اماكن ولا ثلاثه البلايص باش نسربي نوريكم اكثر عدد ممكن كبير من الاماكن والبلايص. وهادشي كامل اقرا زوينه بزاف وفيها اماكن سياحيه بزاف كتيره، غير هو انا واحد جوج اماكن اللي بقاو خاصين ما مشيت لهمش. هو واحد المعبد ديال الهندوس، لحقاش كنت مشيت لواحد المعبد في جايبور وريتكم كيفاش داير من الداخل، ما بغيتش نبقى نمشي كل مره لداك المعابد ديال الهندوس. داكشي علاش ما كنبغيش نمشي بزاف لدوك المعابد الهندوس. بغيت نوريكم هذيك المره شنو كاين للداخل وداكشي علاش دخلت ليه. الا رجعتوا الفيديو السابق راه كاين في درتو في مدينه جايبور. وما كان واحد بقى ليا هو القبر ديال مرات اكبر وهي جوده. هذيك ما حيت الهندوس من شحال هادي من زمان زماني ولحد الان كيحرقوا الجثث، ما كاين والو في داك المكان. هي صغير الزياره وداكشي ماشي شي حاجه مهمه. هذاك اللي بقات ليا، ما كل شيء درتو عرفتي. ودابا راني عيانه وعندي الكار مع الوحده ديال الليل، لحقاش التران ما كاينينش. عييت ما نقلب والو شي 15 يوم، هادي شي 15 يوم ولا 20 يوم اللي خاصكم تحجزوا التران. الشمس ما ساعدتنيش لحقاش نسيت الطربوش ديالي مع الزربيه. ربي خصني نجمع حوايجي دغيا، نسيت الطربوش. انا ما كنحملش الطربوش، ولكن مع هاد الشمس وهاد الحراره اللي كاينه في الهند ضروري من الطربوش، لحقاش النهار كامل كتكون الشمس كطنطن لكم الراس، وبالليل البرد. العجب زعما هذا، لحقاش دابا بدا كيسخن شويه الحال في الهند. والكاميرا وزدت كملتها بالكاميرا، الله صورت بها تاج محل وواحد المكان اخر نسيت عليه. صافي يدي شارجات ليا تا الشارجر عاوتاني نسيتو. زعما اللي صقع راه صقع. جا الهند وبغى يمشي اكرا خاصو يحجز التران 15 يوم ولا 20 يوم قبل. اللي خليته بحال دابا انا ما قررنا حنا السفر تا السمانه الاخرى ما تلقاو غير الكيران. وكان كيحسبني انا الكار غادي تلقى فيه تماره، ولكن كما شاهدتوا من قبل زوين. زعما فيه جوج بلايص بحال شكل الناموسيه مريحه. ما التران راه كتلقاو لتحت والفوق. دابا غادي نسافر اليوم، داكشي علاش كتلقاوني نيته في الفيديو كتلقاو لبسه وحده وزرت بها شحال من اماكن، حيت كتلقاو في نفس النهار كندور في بزاف د البلايص. ايوا كنتمنى هاد الفيديوهات كاملين اللي درت في اكرا ينالوا اعجابكم، وتخليو ليا معكم واحد اللايك ما تنساوش. ما عمري طلبتو منكم، ولكن هاد المره لحقاش عييت بالدوران كنتمنى انكم تخليو ليا اللايك. كنتمنى منكم تخليو ليا واحد اللايك باش يشجعني، والاشتراك اللي مازال ما مشتركش يشترك. ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. الله حافظ.